يسعد اوقاتكم حبايبي. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم رح نعمل مع بعض أكلة الطباخ روحو. أكلة شامية بامتياز، وأكلة كتير خفيفة وطيبة وسهلة وبتعجبكم إن شاء الله. نروح للمقادير وطريقة التحضير. عندي هون بصلتين حجم وسط رح قطعهم بهالشكل ناعمين. كمان عندي هون كيلو كوسة، كمان رح قطعه مربعات مثل ما شايفين بالفيديو. عندي كمان هون كيلو باذنجان، انا رح اقشره نص تقشيرة، بامكانكم انتو تقشروه كاملا بس انا هيك حبيت اترك فيها شوي صغيرة قشر. البندورة كمان قشرتها، رح اقطعها كمان مربعات بهالشكل. نحتاج معلقة ونص سمنة مع لحمة شقف او لحمة بعظمه حسب انتو شو بتحبوا، والبندورة والباذنجان والبصل والكوسة، واخر شي رح ضيف الثوم المدقوق والنعناع. اول شي رح دوب السمنة وقلي شوي البصل، دبله شوي. بس دبل عندي شوي البصل رح ضيف عليها اللحمة الشقف، انا فرمتها راس العصفور. رح ضيف عليها الملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر. خليهم بهالشكل. بعدها رح ضيف اول شي الكوسة، خليها تدبل شوي، بعدين رح ننزل الباذنجان. الكوسة اكتر شي بدها استوى من كل الخضرة، الباقي كله بيستوي بسرعة. وهلأ رح ضيف الباذنجان كمان دبله شوي قبل ما اضيف البندورة. وهلأ دبلوا عندي بهالشكل مثل ما شايفين. رح ضيف عليهم البندورة. الخضرة لحالها هي بتنزل المي، انا ما ضفت مي ابدا. كمان هلأ مية البندورة كمان رح يستووا اكتر ويتعقدوا. رح احط الملح على البندورة كمان مشان ترخي تطلع المي اللي بقلبها. هلأ رح اتركهم يستووا على مهلهم، ورح ضيف انا نص معلقة دبس فليفلة، وهي اختياري، اذا بتحبوا فينكم ما تضيفوها، واتركهم يتعقدوا على مهلهم. وهلأ بعد ما استوت الخضرة عندي رح ضيف الثوم المدقوق مع النعناع، واتركهم لمدة 10 دقايق على النار. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، والطباخ روحه صار عندي جاهز. اكلة كتير طيبة، والريحة اللي عم تطلع يعني ما بخبركم قديش طيبة، لازم تجربوها. واذا عجبتكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا بقناتي ليوصلكم كل جديد. ضلوا بخير يا رب، وصحة والف هنا.